السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بيكم في حلقة جديدة. مبدئيا حبينا نعتذر منكم عن جودة الصوت في الحلقة اللي فاتت، ولكن خدوا لنا عذر، احنا اسفين. احنا اللي قايمين على القناة من اولها لاخرها، من تصوير لاعداد لمونتاج لكل شيء، انا والدكتورة آية، فبنعتذر منكم مرة تانية. وقبل ما نبتدي الحلقة بتاعت النهاردة، احنا بنوعدكم بحلقة شيقة جدا ومليانة بالاحداث، وإن شاء الله الحلقة تكون على مستوى إعجابكم إن شاء الله. يلا بينا نبتدي حلقة النهاردة. القتلة المتسلسلين دايماً بيكون ما بينهم صفات مشتركة كتيرة، سواء في الظروف اللي عاشوا فيها أو طريقة تنفيذهم للجرائم أو محاولاتهم للهروب من العدالة عشان يفضلوا يكملوا الجرائم بتاعتهم ويستخبوا بين الناس بدون ما حد يكشفهم. لكن إيه اللي ممكن يحصل لو واحد منهم كان بيرتكب الجرائم دي وفي نفس الوقت بيبعت تفاصيل الجرائم دي للصحافة وقنوات التلفزيون والشرطة بس عشان يكون مشهور؟ ده بالظبط اللي كان بيحاول يعمله دينيس ريدر. أنا محمد موافي، وأنت دلوقتي بتتفرج على كريمنال بالعربي. تعالوا بينا نشوف مين هو دينيس ريدر. دينيس لين ريدر اتولد يوم 9 مارس سنة 1945 في مدينة بيستبرغ، وكان أكبر واحد من ضمن 4 إخوات. أبوه كان ويليام ريدر، كان شغال في شركة الغاز والكهرباء في ولاية كانساس، وأمه اسمها دوريثيا كوك وكانت شغالة محاسبة. دينيس اتولد وتربى في مدينة ويتشيتا في نفس الولاية، وبسبب إن والديه كانوا بيشتغلوا ساعات طويلة طول اليوم ما كانوش بيقضوا وقت كبير مع أولادهم في البيت، وده خلى دينيس يحس إن هو مهمل في الفترة دي. ولكن من وهو صغير كان دايماً عنده ولع وحب للروايات والقصص المصورة وصيد السمك، ولكن في نفس الوقت ابتدت تظهر عنده أفكار وتخيلات سادية مرتبطة بالتعذيب، تعذيب الستات وهم مربوطين بالحبال. كمان كان بيعذب القطط والكلاب بطريقة قاسية جدا، وممكن يوصل به الحال إن هو يقتلهم بالشنق عن طريق الحبال. ومع الوقت ظهرت عنده عادة التجسس، فكان بيتجسس على الستات في البيوت اللي حواليه، وكمان ممكن توصل به الدرجة إنه يسرق ملابسهم الداخلية. بعد ما خلص المرحلة الابتدائية دخل مدرسة ويتشيتا هايتس الثانوية، وده بالتحديد كان سنة 1963. وبعد ما اتخرج منها دخل جامعة كانساس، وده كان سنة 1965، ولكنه ترك الدراسة بعد سنة واحدة بس، وقرر إن هو سنة 1966 ينضم للقوات الجوية الأمريكية، وبالفعل انضم ليهم في شهر يونيو سنة 1966. وهناك أتم التدريب الأساسي بتاعه في مدرسة فنية في ولاية تكساس، وبعد كده انتقل لقاعدة جوية في ولاية ألاباما واشتغل فن صيانة ومثبت هوائيات اللي هي الرادارات. وبعد كده سافر وانتقل لكذا دولة زي تركيا واليونان وكوريا الجنوبية. وفي يناير سنة 1968 اتنقل لليابان واشتغل هناك لمدة 6 شهور في قاعدة جوية، وده بالتحديد كان في جزيرة أوكيناوا. وبعدها اشتغل 25 شهر في مطار جوه طوكيو. بعد كده حصل على ميدالية في حسن السلوك وشريط في الرماية ووسام الدفاع الوطني، ولكن اتسرح من الجيش في 12 أغسطس سنة 1970. وقتها كان واخد رتبة رقيب أول، ولكنه فضل يخدم في احتياطي القوات الجوية لحد يوم 20 يوليو سنة 1972. بعد ما رجع للولايات المتحدة اشترى بيت في ضواحي مدينة أوتشيتا في ولاية كانساس، وابتدى يكمل تعليمه الجامعي من جديد. وبالفعل التحق بكلية مقاطعة باتلر، ودي بالتحديد كانت في ولاية أولدورادو، وحصل على درجة الزمالة في هندسة الإلكترونيات، ده بالتحديد كان سنة 1973. وبعدها دخل جامعة أوتشيتا وتخرج منها سنة 1976، ومنها حصل على بكالوريوس العلوم. بعد كده اشتغل في كذا وظيفة، منها موظف في مركز تجاري، وده كان تابع لأحد الشركات اللي كانت والدته كانت شغالة فيها محاسبة قبل كده. ومن سنة 1972 لحد سنة 1973 كان بيشتغل موظف تجميع، واللي اتضح بعد كده إن 2 من الضحايا بتوعه كانوا بيشتغلوا معاه في نفس المكان ده. وفي الفترة من سنة 1974 لحد سنة 1988 كان بيشتغل في مكتب مدينة أوتشيتا، وده كان مكتب لخدمات الأمن المحلية، وكان بيساعد في تركيب أجهزة الإنذار الأمنية في البيوت. وللعلم دينيس كان متجوز في الفترة دي من سيدة اسمها باولا ديتز، وكان مخلف طفلين هما كيري وبراين. المقدمة الطويلة دي بس عشان نشرح لك التكوين الشخصي والنفسي لدينيس ريدر. دلوقتي هنبتدي نحكي لك عن الجرائم بتاعته. بدأت هنا بقى جرائم القتل اللي ارتكبها دينيس.
وبالتحديد كانت في 15 يناير 1974 لما قتل 4 أفراد من عيلة أوتيرو، ودول كانوا عايشين في مدينة أوتشيتا في ولاية كانساس. والضحايا دول كان هم جوزيف اللي هو الأب كان عنده 38 سنة، وزوجته جوليا كان عندها 33 سنة، واثنين من أولادهم هم جوزيف جونيور كان عنده 9 سنين، وجوزيفينا كان عندها 11 سنة. وتم العثور عن الجثث دي عن طريق أولادهم الأربعة التانيين، واللي بالصدفة كانوا خارج البيت في وقت وقوع الجريمة. دينيس هنا حكى تفاصيل الجريمة دي بعد ما اتقبض عليه، وقال إن هو كان بيخطط إن هو يستهدف العيلة دي من حوالي شهرين فاتوا، وده لما شاف أمهم جوليا وهي بتاخد عيالها من المدرسة بالعربية. وبعد كده فضل يراقب العيلة دي ويتتبع تحركاتهم لمدة أسبوعين أو 3. وفي يوم ارتكاب الجريمة دينيس ركن العربية بتاعته وتسلق سور البيت وقطع خطوط التليفون من الجنينة الخلفية للمنزل، وبعدين اقتحم البيت. في الأول أفراد العيلة اعتقدوا إن هو بيهزر أو بيعمل فيهم مقلب علشان هم عايشين في نفس الولاية وفي نفس البلد وعارفين دينيس، ولكنه أكد ليهم إن هو جدي لما طلع المسدس بتاعه. بعد كده طلب من أفراد العيلة المسكينة دي إن هم يناموا على الأرض، وبعدين أخدهم لأوضة النوم وربطهم بالحبال، وربط الأب والأم هم على الأرض زي ما هم، ولكن الأطفال ربطهم على السرير. وبعد شوية الأب جوزيف اشتكى إن هو عنده آلام في ضلوعه، وده كان بسبب إصابة قديمة تعرض ليها في حادث. ولكن للأسف وبكل وحشية دينيس غطى راس جوزيف بكيس بلاستيك، وبسبب اللي عمله دينيس جوزيف فقد وعيه لحد ما مات. دينيس حاول يقتل الأم اللي هي جوليا عن طريق خنقها بالحبل، ولكنها استعادت وعيها وطلبت الرحمة لأولادها، في الحال قتلها. بعد كده دينيس غطى راس جوزيف جونيور اللي هو الولد الصغير برضه بكيس بلاستيك، وربطه بالحبل في كرسي وسابه لحد ما مات. أما بالنسبة لبنتهم جوزيفينا، دينيس أخدها ونزل بيها البدروم، وهناك جردها من كل هدومها وربط حبل حوالين رقبتها، والحبل ده وصله بأنبوبة الصرف. وبعد كده سألها هل معاكي كاميرا أو لأ، ولما قالت له لأ سألته هو هيحصل لي إيه؟ فرد عليها بكل برود وقال لها إن هي هتكون في الجنة مع باقي أفراد عيلتها، وبعدها شد الحبل وشنقها لحد ما مات. خلال الجريمة دي كان بيحس بمتعة وإثارة من معاناة الضحية وهي بتحاول تنجو قدامه، وده كان جزء بسيط من السلوك السادي والعنيف اللي كان معروف بيه دينيس. وبعد ما قتل أفراد العيلة دي، دينيس أخذ عربية العيلة وركنها في موقف قريب من بيت العيلة دي، ولكن لما افتكر إن السكينة بتاعته وقعت منه في مسرح الجريمة رجع تاني عشان يدور عليها ويجيبها، وبعد كده ساب المكان ده واختفى. بعد ما دينيس قتل عيلة جوزيف اختار ضحيته الثانية وهي كاثرين برايت، شابة صغيرة عندها 21 سنة. في يوم 4 إبريل سنة 1974 دينيس اقتحم البيت بتاعها من الباب الزجاجي الخلفي، ولكنه ما لقاش أي حد في البيت، وحاول يمسح الإزاز عشان يخفي كل بصماته. ولكن لما كاثرين وأخوها كيفن وصلوا للبيت، دينيس كان هنا لسه موجود داخل البيت، وقال لهم إن هو شخص مطلوب للعدالة في ولاية كاليفورنيا، وإن هو محتاج فلوس وعربية. وبعدها تحت تهديد السلاح أخدهم لغرفة النوم، وخلى كيفن يربط أخته كاثرين، وبعد كده ربط كيفن بنفسه وحجزهم في أوض منفصلة عن بعض، وبعد كده شغل موسيقى بصوت عالي في الصالة، وده عشان يغطي على أي صوت للصراخ أو أي مقاومة منهم. وبعدين رجع دينيس للغرفة اللي كان كيفن مربوط وموجود فيها وحاول يخنقه، ولكن كيفن قدر يفك نفسه ويقاوم. ساعتها دينيس اتوتر وطلع المسدس وضرب عليه النار مرتين، ولكن الطلقات ما جاتش فيه، وفي الطلقة الثالثة جت في كيفن. هنا كيفن اتظاهر ان هو خلاص مات بس عشان دينيس يسيبه ويمشي. وبعد ما دينيس خرج من الأوضة وساب كيفن مرمي على الأرض، كيفن استغل الفرصة دي وهرب من البيت وراح يستنجد بالجيران اللي فعلا أخدوه ونقلوه للمستشفى وبلغوا الشرطة. في الوقت الصغير ده دينيس كان رجع لغرفة كاثرين، فسألته عن صوت ضرب النار اللي حصل ده، فقال لها إن هو بالفعل قتل أخوها كيفن وحاول يخنقها هي كمان فقاومته. قام طعنها مرتين أو 3 مرات على حسب الروايات، وبعد كده أخد مفتاح العربية بتاعتها وكان لسه بيحاول يهرب بيها، ولكن العربية ما اشتغلتش، فركب العربية بتاعته المركونة بره وهرب من المكان. لما وصلت الشرطة كاثرين كان لسه فيها الروح وعايشة، ولكنها للأسف أثناء تلقي العلاج بتاعها في المستشفى توفت. بعد حوالي 3 سنين من الواقعة دي، بالتحديد يوم 17 مارس 1977، استهدف دينيس بنت تانية صغيرة اسمها شيرلي ريل فورد، ودي كان عندها 26 سنة. ولكن في اليوم ده دينيس كان مستهدف أصلاً ضحية تانية خالص،
وبالفعل اقتحم بيت الضحية اللي هو كان بيخطط ليها دي، ولكن صاحبة البيت ما رجعتش في اليوم ده، فحس هنا بالإحباط وقرر إن هو يدور على أي شخص بشكل عشوائي ويقتله. ولكن للأسف وللصدفة وهو في الشارع قابل طفل صغير اسمه ستيفن عنده 5 سنين. الطفل ده هو بالتحديد ابن تشيرلي اللي دينيس استهدفها في نفس اليوم ده. ادى للطفل الصغير ده صورة لمراته وبنته وقال له ان هو بيدور عليهم، فالطفل ده بكل براءة اخده لبيت اسرته اللي كانت موجودة فيه والدته المريضة شيرلي. ولما وصلوا البيت دينيس طلع المسدس بتاعه وبرضه قال لها ان هو شخص مطلوب من الشرطة في ولاية كاليفورنيا، وطلب من الاطفال ان هم يدخلوا الحمام وهددهم ان هو هيستخدم السلاح ضدهم لو ما سمعوش الكلام بتاعه. بعدها دينيس ربط الام اللي هي شيرلي وخنقها لحد ما ماتت. بعد كده لما دينيس اتقبض عليه وفي أثناء التحقيقات وهو بيحكي عن الجريمة دي بالتحديد قال إن هو كان عايز يقتل الأطفال كمان، ولكن اللي منعه إن التليفون رن في اليوم ده. واستمر دينيس ريدر في الجرائم بتاعته دي. في يوم 8 ديسمبر 1977 اقتحم منزل بنت تانية اسمها نانسي فوكس، ودي بنت صغيرة عندها 25 سنة. لما رجعت نانسي من شغلها لقيت إن دينيس مقتحم البيت بتاعها وقاعد جوه. نانسي فضلت تصرخ وهددته إن هي هتبلغ الشرطة، ولكنه قال لها إن هو فصل خطوط التليفون وقال لها إن هو عايز يربطها بس ويصورها بعض الصور. بعدها طلبت منه إن هي تدخل الحمام. لما خرجت دينيس حاول إن هو يغتصبها ولكنها قاومت. في خلال المقاومة ديت اللي ما جابتش أي نتيجة دينيس ربطها بالحزام بتاعه لحد ما مات. في خلال سنة 1979 دينيس حاول يقتل واحدة تانية اسمها أنا ويليام، ودي كانت ست كبيرة عندها 63 سنة، واقتحم البيت بتاعها واستناها هناك لساعات طويلة. والحمد لله الست دي ما رجعتش البيت، فطلع من البيت وهو زعلان. خلال الفترة دي بالتحديد دينيس كان بيبعت رسائل كتيرة جدا للصحف ووسائل الإعلام. أول رسالة دينيس كان بعتها كانت في أكتوبر 1974 وبعتها لصحيفة وتشيتا إيجل، وكانت ممضية باسم مستعار بس ب3 حروف BTK، واعتبر نفسه في الرسالة دي مسؤول عن جريمة قتل 4 أفراد من عيلة أوتيرو، ودي اللي احنا اتكلمنا عليها في أول الحلقة لما قتل الأب والأم و2 من أولادهم. وفي الرسالة دي وضح كل تفاصيل الجريمة زي ما وضحنا قبل كده، وصرح وقال إن هو عملها بنفسه وبدون أي مساعدة. وفي يوم 9 ديسمبر سنة 1979، وده كان بعد يوم واحد بس من يوم قتل نانسي فوكس الضحية اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، دينيس اتصل بالشرطة من كشك تليفون في الشارع وقال لهم عنوان الضحية، وقال لهم كمان عن المكان اللي يقدروا يلاقوا فيه الجثة. وبعد كده في 31 يناير سنة 1978 دينيس بعت جواب تاني في قسم الإعلانات المحبوبة في مدينة ويتشيتا، والجواب ده كان فيه قصيدة شعر ووصف تفصيلي لجريمة قتل شيرلي ريل فورد، وبرضه دي اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. في يوم 10 فبراير سنة 1978 دينيس بعت رسالة جديدة لمحطة إعلامية في مدينة ويتشيتا، وأعلن هنا مسؤوليته عن كل الجرائم اللي عملها، وطلب منهم اهتمام إعلامي أكبر، وكاتب فيها تعليق استفزازي لجهاز الشرطة ووسائل الإعلام. التعليق ده كان: هو أنا لازم أقتل كام شخص عشان اسمي يكون في الجرايد وأكون مشهور على مستوى البلد كلها؟ وكمان اقترح أسماء لنفسه زي القاتل إكس أو القاتل BTK زي ما كان بيوقع الرسائل اللي كان بيبعتها للوسائل الإعلامية وأجهزة الشرطة، وطلب من الشرطة إن هي ترد عليه برسائل مخفية أو مشفرة ممكن تكون كوسيلة اتصال ما بينهم. في 15 يونيو سنة 1979 وبعد شهرين من محاولة قتل أنا ويليامز، دينيس ترك رسالة قدام بيتها وكان مكتوب فيها: يا أنا ليه ما ظهرتيش لحد دلوقتي؟ ووقع لها الرسالة دي باسم BTK، وكمان حط جوه الجواب دون صورة لست عارية وشرب ومشبكين بلاستيك. الحاجات دي بالتحديد كان دينيس واخدها معاه من بيت أنا لما كان اقتحمه قبل كده وكان مستنيها. وفي يناير سنة 1988 في سيدة جديدة اسمها ماري استلمت ظرف أو طرد من البريد. الطرد ده كان مكتوب عليه تاريخ 5 يناير، كان جوه الظرف ده قصيدة وصورة لبنت صغيرة عريانة، والبنت دي للأسف كان مربوط إيديها ورجليها. اتذكر إن زوج ماري دي كان اسمه ميلفن، وبناتهم واحدة منهم اسمها شيري عندها 10 سنين، وكيلي كان عندها 16 سنة. الأب والبنتين دول اتقتلوا في بيتهم، وتاريخ جريمة القتل دي كان يوم 27 ديسمبر 1987. في الجريمة دي اتربط البنتين الصغيرين دول واتخنقوا، ولكن الأب انضرب بالنار. وعلى الرغم من أن دينيس مش هو مرتكب الجريمة دي وعمره ما صرح إن هو مسؤول عنها،
إلا إنه كان معجب بالجريمة دي وكان مهتم بتفاصيلها، وللسبب ده بالتحديد بعت الظرف هنا لماري لمحاولة منه إن هو ممكن يعمل فيها زي ما حصل في الجريمة دي. في منتصف الثمانينات المحققين فتحوا القضية دي مرة تانية، وده كان اعتماد على التطورات اللي حصلت في الأدلة الجنائية. وعلى مدار 3 سنين قارنوا ما بين 225 عينة للعاب ودم من المشتبه فيهم، واللي أغلبهم ما كانش عايش أصلاً في مدينة ويتشيتا وقتها. وفضلت القضية دي شغالة لحد التسعينات، ولكن المحققين كان عندهم إحساس بالإحباط، وده بسبب تضارب الأدلة الجنائية الموجودة والمتوفرة وقتها. وكتير من المحققين افتكروا إن القاتل يا إما اتحبس بسبب جريمة تانية، أو اتحبس في مؤسسة، أو يكون مات. بعد كده سنة 1998 المحققين حاولوا يستخدموا تطبيق الموقع الجغرافي للجرائم دي اللي هو الGPS علشان يحددوا مكان دينيس ريدر بالظبط. خلال الفترة دي بالتحديد دينيس وقف كل نشاطاته الإجرامية، ولكن بسلوكه المنحرف كان بيصور نفسه وهو متكتف ولابس هدوم بنات أو حريم، وعمل عمليات سطو كتيرة جدا، وسرق ملابس وهدوم نسائية ومجوهرات في الفترة دي. وكان دايما مخبي ميوله الإجرامية عن كل الناس اللي حواليه، وكان بيتوصف إن هو شخص مهذب وأخلاقه كويسة في المجتمع اللي عايش فيه. يا سلام. وكمان كان عضو في الكنيسة في مدينة ويتشيتا في الفترة دي، ما اعتقدش فيه ممكن يكون شخص متلون بالطريقة دي. وكان كمان عضو في فريق الكشافة، وهنا كان بيستأذن من الفريق بتاع الكشافة ساعات ويقول لهم أنا تعبان، ويستخدم ده ويروح يعمل جرائم، ولما يتسأل يقول إن هو كان مع فريق الكشافة. وده بالتحديد هنشوفه في الجرائم اللي بعد كده. وفي شهر مايو سنة 1991 كان بيشتغل في صيد الكلاب، وكان مسؤول عن تطبيق القوانين في مدينة بارك سيتي، ودي ضاحية أو منطقة من ضواحي ويتشيتا. والجيران كانوا بيقولوا عليه إن هو كان صارم وحازم جدا في شغله. في الفترة دي دينيس رجع تاني لجرائم القتل بتاعته، وده لما قتل ست كبيرة اسمها مارين هيدج. الست دي كان عندها 53 سنة. في ليلة 27 إبريل سنة 1985، في الليلة دي بالتحديد ودينيس سايق بشباب الكشافة، تظاهر إن هو عنده صداع ومحتاج يرجع البيت بتاعه، وساب العربية بتاعتهم وخلع هدوم الكشافة وأخد تاكسي وراح على بيت مارين هيدج. وبعد كده دخل البيت، قطع خطوط التليفون واستخبى جوه الدولاب. لما رجعت مارين مع صاحبها للبيت، دينيس فضل مستخبي شوية لحد ما صاحبها مشي، وبعدها خرج وشغل النور. مارين هنا ابتدت تصرخ وهو ربطها بالحبال وخنقها لحد ما ماتت. بعد ما قتلها جاله إحساس مريض إن هو محتاج ياخد صور مع الجثة، فأخد مفتاح عربيتها ونقل الجثة من البيت للعربية، وأخد العربية وساق لحد الكنيسة اللي هو كان شغال فيها، وهناك شال كل الملابس من على الجثة وصورها في أوضاع جنسية. ومع قرب الفجر أخد الجثة وحطها في العربية مرة تانية ورماها في حتة مقطوعة وغطى الجثة. الشرطة لقت عربية مارين يوم 2 مايو، ولكن لقي الجثة يوم 5 مايو، وده كان بالتحديد سنة 1985، يعني بعد ما لقوا العربية ب3 أيام. بعد كده في أواخر عام 1986 دينيس قتل شابة صغيرة اسمها فيكي لين، كان عندها 28 سنة. دينيس ادعى إن هو فني تليفونات بس عشان يدخل البيت بتاعها، وعمل نفسه إن هو بيصلح التليفون بتاعها. بعدها قال لها إن خط التليفون بقى كويس، ولكنه هنا سحب المسدس بتاعه وأجبرها إن هي تروح أوضة النوم. فيكي قالت له إن زوجها هيرجع قريب، ولكنه رفض يمشي، ولكنها قدرت إن هي تفك الحبال اللي كانت مربوطة بيها وقاومته وجرحته كمان في وشه. أثناء المقاومة وهي بتصرخ كان صوت نباح الكلاب بره البيت عالي جدا، وده خلى دينيس يتوتر ويستعجل، وبالفعل خنقها بسرعة قبل ما زوجها يوصل. وبنفس تفكيره المريض أخد شوية صور ليها وهرب في العربية بتاعتها. الضحية اللي بعد كده اسمها ديلوريس ديفيس، ودي ضحية جديدة من ضحايا دينيس. الست المسكينة دي كان عندها 62 سنة. تعالوا نشوف الضحية دي بقى اتقتلت ازاي. في يوم 18 يناير سنة 1991 دينيس كان في النزهة الشتوية بتاعة الكشافة، وراح معاهم للحديقة، وهناك اختلق لنفسه عذر وقال لهم ان هو لازم يرجع البيت حالا. وهنا غير ملابس الكشافة واخد عربيته وتوجه على بيت ديلوريس. المرة دي كسر هنا الشباك عشان يدخل جوه البيت، وبعد كده من الساعة 10:30 ل 11 بالليل فضل موجود جوه البيت لحد ما الضحية طفت كل الأنوار، وطلع لها وقتها وقال لها ان هو عايز يربطها بس وياخد العربية بتاعتها. ولما رفضت هددها وقال لها انا معايا مسدس وحبل وسكينة. بعد كده خنقها بالحبل لحد ما ماتت، وحط جثتها بسرعة جوه الصندوق بتاع العربية بتاعتها. ولكن هنا عمل الجريمة من غير ما ياخد أي صور، وأخد الجثة ورماها في غابة بعيدة عن المدينة. النهاية للمجرم العنيف ده جت يوم 25 فبراير سنة 2005،
ده لما الشرطة قدرت تكشف الهوية بتاعته بعد رسالة جديدة كان بعتها من الكنيسة في مدينة ويتشيتا اللي كان وقتها عامل نفسه رئيس الكنيسة دي. وبعد ما تتبعوا مصدر الرسالة دي اتقبض عليه. ودي ممكن تكون كانت رسالة من اللي كان بيبتز فيها وسائل الإعلام وأجهزة الشرطة بس عشان يكون مشهور. بعد كده شرطة مقاطعة أوتشيتا ومكتب التحقيقات الفيدرالي اقتحموا البيت بتاع دينيس وصادروا الكمبيوتر بتاعه وبعض الأدلة التانية، وبالفعل أعلنوا عن القبض عليه في اليوم اللي بعده. في يوم 28 فبراير سنة 2005 اتعرض دينيس للمحاكمة وتوجهت له 10 تهم للقتل العمد من الدرجة الأولى، ولكنه ما اعترفش بولا جريمة منهم رغم التسريبات الإعلامية اللي قالت إن هو فعلا اعترف. لما عملوا له تقييم نفسي وصفوا واحد من الأطباء إنه شخص نرجسي جدا وعنده اضطراب وشخصية معادية للمجتمع وكمان عنده وسواس قهري. وفي يوم 27 يونيو سنة 2005 دينيس غير كل الاعترافات بتاعته وما أظهرش أي ندم ولا أعذار عن كل الجرائم دي. وفي 18 أغسطس سنة 2005 اتحكم عليه ب10 أحكام سجن مؤبد بمجموع أدنى 175 سنة. في اليوم اللي بعديه اتنقل لمنشأة أولدورادو الإصلاحية واللي موجودة في ولاية كانساس، وهناك دينيس بيقضي عقوبة السجن المؤبد لحد النهاردة. في النهاية يا صديقي المتابع، رأيك إيه في تفسير جرائم شخص مختل زي دينيس؟ هل هو راجل خيالاته المريضة عن ربط الستات وخنقهم وتصويرهم وهم عرايا بعد موتهم وشنق الحيوانات هي نفس الخيالات اللي كانت بتراوده وهو لسه طفل صغير؟ هل هي اللي خلت كل الجرائم بتاعته دي إنها تحصل؟ ولا هو بس مجرد شخص سادي عايز شهرة وانتباه عن طريق الرسائل والصور اللي كان بيبعتها لجثث عرايا لوسائل الإعلام والشرطة؟ دلوقتي انت كنت بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بنجيب لك فيه أبشع القصص عن قضايا مقفولة وقليل جدا اللي اتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وروح شوف الحلقات اللي فاتت واستنانا في الحلقات اللي جاية وسيب لنا رأيك في كومنت عن الحلقة دي، أو لو حابب ان انت تقترح لنا قصة معينة وحابب اننا كمان نتكلم عنها سيب لنا تعليق عنها في كومنت. شكرا ليكم، سلام عليكم.